انا مبسوط جدا ان بقى في وعي بين الناس، يمكن مش كل الناس وصل لها الوعي بس فئة كبيرة وصل لها الوعي ده. الفكرة مش في ان هو وصل لها الوعي او ما وصلهاش، الفكرة انه بالرغم من الوعي ده كله المشاكل زادت، وكمان في ناس بالرغم الوعي ده بس هي لسه مؤذية، لسه بتجرح، لسه بتدوس على الشخص اللي قدامهم، لسه بتكسره، لسه بتضايق. على فكرة ساعات الأذية دي ما بتبقاش من طرف واحد، ساعات ممكن تفكر هو الشخص ده أصلا إيه اللي اتأذى فيه عشان يأذيك الأذية دي، ساعات بيكون هو بيأذيك دي أصلا هو بيأذي نفسه. فأنت لو عندك مشكلة خلاص يعني بالبلدي حتى شيل ده من ده يرتاح ده عن ده. إحنا ماشيين دلوقتي بنجري في تراك حلو وفي حارات متقسم حارات، وإحنا في الحارتين اللي جنب بعض، أنا بجري معاك بس أنا مش مبسوط وأنا بجري معاك في الحارتين اللي جنب بعض دول. عادي كل واحد يروح حارة بعيدة وخلاص، مش بقول إن إحنا نتفرق، بس لو إحنا يبقى في مشاكل لو هنبدأ نخش على بعض ونخبط في بعض او نقول احنا انا عايز اخش على الحاره دي وهو عايز يخش على الحاره دي مش عارف ايه، طب ليه؟ ما زي ما قلنا شيل ده من ده يرتاح ده عنده، بس كده. نحط حدود من غير ما نكون بنقفلها على بعض، بس نحط حدود عشان نحافظ على نفسنا مش اكتر.